ويلا بينا على الجزء الثاني معانا. قال لك اشهر ملوك الدوله القديمه. هنتكلم عن ملوك الدوله القديمه، هنتكلم عن زوسر، عن خوفو، عن خفرع، عن منقرع، عن سنفرو. كل الملوك دي كانت مهمه وكان ليها اثر تاريخي في الدوله القديمه. تعال نعرف الملوك عملت ايه وما تكسلش برضه استنى فيديو الحل. ولو ما اتفرجتش على فيديو المراجعه بتاع الوحده الاولى فايتك ياما عشان امتحانات الشهر. عايزك تتابع معايا اول باول، وانا باذن الله هوصلك لحد ليله الامتحان معاك المنهج كامل شرح وحل. معاك مستر محمد علاء، ويلا بينا نشوف الملوك عملوا ايه. يلا بينا بسم الله. قال لك عندنا اشهر ملوك الدوله القديمه. قال لك الملك الاول اللي عليك تدرسه هو الملك زوسر. طب الملك زوسر ده ممكن تديني معلومات عنه؟ قال لك هو مؤسس الاسره الثالثه. مش بس كده، صاحب الهرم المدرج اللي بيتكون من 6 مساقط. وخلي بالك هو أول هرم في التاريخ. طب هرم زوسر ده موجود فين؟ قال لك موجود في مدينة سقارة أو مدينة إيه؟ سقارة. حلو الكلام. تعال نشوف كده الكتاب بيقول إيه. قال لك مؤسس الأسرة الثالثة صاحب الهرم المدرج بسقارة اللي بيتكون من 6 مساقط، وقد شيدوا مين اللي بناه؟ الملك إمنحتب. قال لك ويعد هذا الهرم اول هرم في التاريخ. تمام. الملك سنفرو ممكن تديني معلومات عنه؟ قال لك يا عم تمام. اول معلومه ان هو مؤسس الاسره الرابعه. كان ليه لقب، اللقب ده عشان بيجي قوي 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 في اسئله اكمل بما تفسر. اسمه الملك المحسن المحبوب. يعني ايه؟ يعني يقصد يقول لك ان الشعب كان بيحبه. طب ليه؟ اكيد حكمه كان عادل ولا ظالم؟ اكيد كان عادل. يبقى بسبب ان هو كان حكمه كان عادلا. يبقى كان حكمه يا معلم كان عادل. حلو الكلام. ان الراجل سنفرو ده برضو اهتم بالايه؟ قال لك ده اهتم بالتجاره. ارسال اسطول بحري لحضاره فينيقيا. ايوه ليه؟ قال لك لجلب خشب الارز. يبقى قال لك لجلب خشب الايه؟ الارز. انا مش فاهم حاجه، تعال افهمك. قال لك بكل بساطه ادي مصر اهي، وهنا مدينه منفر العاصمه، وهنا الشام. قال لك ان الشام دي عندها اشجار اسمها اشجار الارز. طب يا عم مالها اشجار الارز دي؟ قال لك لا، ان الخشب بتاعها بيفيدني في صناعه السفن. فطبعا كان الملك سنفرو كان عايز يصنع سفن، فبالتالي هو بعت اسطول بحري، مش اسطول عسكري، خلي بالك، اسطول بحري ليه او اسطول تجاري لجلب خشب الارز. وما اكتفاش بكده سنفرو عمل ايه؟ قال لك كمان هو امن الحدود الجنوبيه. يبقى هو اهتم بتامين الحدود الجنوبيه. يبقى هو اهتم بتامين الحدود الجنوبيه. تعال نعرف. قال لك هو مؤسس الاسره الرابعه، كان ملك عظيما، قلنا كان ليه لقب المحسن المحبوب. قال لك وقد ازدهرت مصر في عهده اجتماعيا حضاريا فنيا عمرانيا، يعني اهتم بالتجاره. وكما ارسل اسطول بحري مكون من 40 سفينه. ليه؟ لاحضار خشب الارض. وارسل حمله ليعيد الامن فين؟ في الجنوب. ثم الملك خوفو. قال لك بكل بساطه الملك خوفو ده كان، قال لك عندنا ابن الملك سنفرو. طب يا عم الملك خوفو ده، قال لك ده صاحب الهرم الاكبر. خلي بالك ان الهرم الاكبر ده من ضمن عجائب الدنيا السبعه. يبقى هو من ضمن عجائب الدنيا السبعه. يبقى تاتي ملوك الاسره الرابعه، تاني ملوك الاسره الرابعه شيد الهرم الاكبر موجود فين؟ في الجيزه، الذي يعد عملا معماريا رائعا. وبكل بساطه عمل ايه؟ من ضمن عجائب الدنيا السبعه. ومش بس كده، واهتم بالتجاره الخارجيه، فكان بيتاجر مع فينيقيا. يعني يقصد يقول لك بكل بساطه، هنا السؤال ده مهم. قال لك عندنا تشابه الملك سنفرو، قال لك عندنا مع الملك خوفو في ايه؟ قال لك عندنا في التجاره مع فينيقيا. يعني هما الاثنين تشابهوا في التجاره الخارجيه. خلي بالك من المعلومه دي. يبقى الملك خوفو والملك سنفرو الاثنين تاجروا مع فينيقيا، الاثنين اهتموا بالتجاره الخارجيه. ثم الملك خفرع، قال لك جميل، صاحب الهرم الاوسط، وامر بنحت تمثال ابو الهول راس بني ادم على جسم اسد. طب هو ليه الشكل ده؟
قال لك علشان الشكل ده بيدل على القوة. طب ايه اللي بيدل على القوة؟ اللي هو جسم الأسد، ده اللي بيدل على القوة. قال لك وطبعا اللي بيدل على العقل اللي هو ايه؟ راس البني آدم، الرأس. يبقى الراس دي بتدل على الايه؟ على الحكمة أو العقلانية. أما الجسم الأسد ده بيدل على القوة. يبقى صاحب الهرم الأوسط وأمر بنحت تمثال أبو الهول الذي يظهر بجسم أسد ليدل على القوة، وراس إنسان ليدل على العقل والإيه؟ والحكمة. قال لك طب أسألك سؤال، ده بيدل على إيه؟ ده بيدل طبعا على التقدم في فن الإيه؟ طبعا في فن النحت. يبقى ده بيدل على التقدم في فن النحت. جميل. وصل فن النحت يقول لك عندنا في عهد الملك خفرع لقمته او ذروته. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يقصد يقول لك ان في عصر الملك خفرع كان فن النحت متقدم جدا. هيقول لك الدليل هنقول له كده نحت تمثال. قال لك عندنا ابو الهول، يبقى نحت تمثال ايه؟ ابو الهول. وكمان تمثاله هو ذات نفسه. قال لك حيث استطاع الفنان المصري استخدام اصلب انواع الحجر في نحت التماثيل زي حجر الديوريت. على فكره تمثال خفرع، امسك كده ورقه 10 جنيه واقلبها على ظهرها، 10 جنيه قديمه اللي هي الورق مش البلاستيك، اقلبها هتلاقي ده صوره الملك خفرع. والملك خفرع ده كان التمثال بتاعه مصنوع من الديوريت الاسود. يبقى تاني في عصر الملك خفرع تقدم فن النحت. طب لو قال لي دلل هنقول له اول حاجه تيجي في بالنا امر بنحت تمثال ابو الهول. تاني حاجه ان الفنان قدر ينحت، قال لك عندنا ينحت التماثيل في اصعب، قال لك عندنا في اصعب انواع الاحجار زي حجر الديوريت الاسود. ثم عندنا الملك منكورع، قال لك ده صاحب الهرم الاصغر وهو ابن الملك خفرع. دي المعلومات اللي عليه. عندنا بقى الملك اوسركاف، قال لك في نهايه الاسره الرابعه زاد نفوس كهنه الاله الشمس اللي هو الاله رع. يبقى خلي بالك ان الملك اوسركاف ده كان كاهن. قال لك عندنا من كهنه الاله رع اللي هم مين؟ اللي هم كانوا بيعبدوا الشمس. حتى استطاع كبيرهم قال لك اوسركاف في الوصول الى الحكم ليكون الاسره الخمسه. يبقى خلي بالك ان الملك اوسركاف ده هو مؤسس الاسره الكام؟ الخمسه. قال لك وشيد معبد الشمس المكشوفه في ابو صير بالجيزه والعديد من المسلات. يبقى الملك اوسركاف قال لك بنى معابد الشمس. يبقى هو بنى معابد ليه؟ الشمس في ابو صير بالجيزه. عندنا الملك اوناس اخر ملوك الاسره الخمسه، اول من كتب نصوص الاهرام او متون الاهرام. يبقى ظهر، يجي لي سؤال كده وحش، ظهر الادب الديني في عصر مين؟ في عصر الملك اوناس. خلي بالك من المعلومه دي. على جدران حجره الدفن داخل الهرم. يبقى نصوص الاهرام لقيناها على جدران مين؟ الهرم، بهدف حمايه الملك في الحياه الاخرى. يبقى ليه الملك اوناس الف نصوص الاهرام؟ علشان يحمي الملك في الحياه الاخرى. تاني الملك اوناس كتب نصوص الاهرام او نقش نصوص الاهرام على جدران الهرم ليه؟ علشان يساعد المتوفي او يحمي المتوفي في الحياه الايه؟ الاخرى. وانتشرت على فكره عاده بين الملوك والملكات، كما قدمت تلك النصوص الكثير من المعلومات المهمه عن المعتقدات الدينيه. تاني يبقى يقصد يقول لك ان نصوص الاهرام، خلي بالك من المعلومه دي بالله عليك، ان نصوص الاهرام دي كان ليها اهميه دينيه وكان ليها اهميه حضاريه. الاهميه الدينيه ان هي كانت بتامن الملك المتوفي. يبقى هي كانت بتحمي مين؟ الملك. اسال لك عندنا المتوفي في الحياه الاخرى او بتحمي الملك في الحياه الايه؟ الاخرى. اما الاهميه الحضاريه بالنسبه لنا احنا، الاهميه حديثا ان هي ادتنا معلومات عن المعتقدات الدينيه. يبقى ادتنا معلومات دينيه عن الفراعنه. يبقى تاني نصوص الاهرام هي من الادب الديني. نصوص الاهرام قال لك اللي عملها الملك اوناس، قال لك عندنا ده كان من الاسره الخمسه، ظهرت في الدوله القديمه. طب ليه هو الملك اوناس عمل نصوص الاهرام؟ علشان يحمي الملك في الحياه الاخرى. دي كده الاهميه الدينيه بتاعتها. الاهميه الحضاريه بالنسبه لنا احنا في العصر الحديث بتاعنا ادتنا المعلومات عن المعتقدات الدينيه لمين؟ للمصريين. ثم ياتي بقى عصر الضعف، عصر الاضمحلال. قال لك بعد كل فتره لازم يحصل ضعف. الانسان ممكن يتولد صغير بيبقى ضعيف ويفضل يشد عوده لحد ما يكبر يبقى قوي، يبقى شاب زيه وزيك. بعد كده يجي عليه الزمن او مرور الزمن اللي هو يبدا يكبر او يعجز، يقول لك الراجل ده خلاص كبر عجز. دي نفس الفكره في الدول.
الدوله بتتاسس، بعد كده شويه شويه بتكبر وتبقى قويه جدا، ولازم تجي لها لحظه ايه؟ لحظه ضعف، اللي هو عصر الاضمحلال الاول، عصر الضعف. قال لك تدهورت فيها احوال البلاد الاقتصاديه، مفيش زراعه، والاحوال الاجتماعيه، الغني بقى بياكل الفقير، والاحوال السياسيه احنا كل يوم بملك شكل، ملك بيتعين وملك بيموت. قال لك حتى نهايه الاسره السادسه، وانتشرت الفوضى خصوصا في عهد الملك بيبي الثاني. طب ليه؟ بسبب ضعف سلطته. يبقى في عهد الملك بيبي الثالث يقول لك عندنا قل الامن، قل الاستقرار، هنقول له بسبب ضعف سلطه الملك. يبقى بسبب ضعف سلطه ايه؟ الملك. قال لك المركزيه وزياده نفوذ حكام الاقاليم. يبقى تاني في عهد الملك بيبي الثاني انتشرت الفوضى، انتشرت الاضطرابات بسبب ايه؟ ضعف سلطه، بسبب ضعف السلطه المركزيه. السلطه المركزيه اللي سلطه الملك، سلطه الحكومه. كانت الحكومه كانت ضعيفه، ومش بس كده، وزاد نفوذ حكام الاقاليم اللي هم المحافظين. يبقى يجي لي اي سؤال في عصر اضمحلال طول الترم، او اي سؤال بيتكلمنا عن الاضمحلال، ليه في اثناء عصر الاضمحلال بيبقى فيه عدم استقرار واضطراب ومفيش امن؟ هنقول له كده بسبب ضعف السلطه المركزيه وزياده قوه السلطه اللامركزيه اللي هم حكام الاقاليم. تاني، يبقى بسبب ضعف السلطه المركزيه اللي هي سلطه الملك او سلطه الحكومه، وزياده نفوذ حكام الاقاليم. حلو. قال لك عندنا جميل، وزياده الاعباء على كاهل الفلاح، مفيش مشاريع اقتصاديه، فالاعباء زادت على الفلاح. طب ليه؟ بسبب الضرائب. فقامت الثوره الاجتماعيه. يبقى تاني، الثوره الاجتماعيه قامت ليه؟ بسبب زياده الاعباء على الفلاح. وهنا بدا عصر الاضمحلال الاول الذي امتد من الاسره السابعه لحد الاسره العاشره. تعرضت البلاد في هذا العصر للانقسام والغارات الخارجيه اللي هو الاضمحلال، وتوقفت تلك الفتره. قال لك عجله البناء والتطور الحضاري اللي ظهرت في الاسره ال 11 ملك. قال لك عندنا اسمه منتحتب الثاني، هو اللي قدر يوحد مصر من تاني. يبقى عصر الاضمحلال ليه في عدم استقرار وعدم امن؟ بسبب ضعف السلطه المركزيه وزياده نفوذ حكام الاقاليم. حلو الكلام. طب لما زادت الاعباء على كاهل الفلاح، ان الفلاح بقى بيدفع ضرائب ياما جدا، قال لك ادى ذلك قيام الثوره الاجتماعيه. ما المقصود بعصر الاضمحلال؟ هي فتره زمنيه من التاريخ المصري القديم سادت فيها البلاد حاله من الضعف. قال لك وكمان ضعفت السلطه المركزيه وزادت، قال لك السلطه اللامركزيه اللي هي سلطه مين؟ الاقاليم. قال لك علاقه مصر بقى بافريقيا. قال لك زاد اهتمام ملوك مصر في عصر الدولة القديمة باكتشاف القارة الأفريقية وتأمين الحدود الجنوبية. يبقى مصر أثناء عصر الدولة القديمة إن الملوك اهتموا بتأمين الحدود الجنوبية وفتح طرق للتجارة مع شعوب القارة الأفريقية، حيث أرسل ملوك الأسرتين الخمسة والستة رحلات تجارية زي الملك مين؟ حرخوف أول درس. يبقى يجي لي سؤال دلل. قال لك كانت علاقة مصر بأفريقيا أثناء الدولة القديمة كانت قوية؟ أيوة. إن الملوك، تكتب له كده، إن الملوك اهتموا بتأمين الحدود الجنوبية. يبقى هم اهتموا بتأمين الحدود الجنوبية، واهتموا كمان بالكشوف الجغرافية اللي هم كانوا حبوا يكتشفوا الايه؟ القارة. طب حلو الكلام. كما سادت الصداقة والتعاون والتبادل الثقافي بين مصر وأفريقيا، فانتشرت بعض المعبودات المصرية في أفريقيا زي مين؟ زي عبادة الصقر الذي كان شعار الملوك المصريين. قال لك وظهر في أوغندا على فكرة. كما انتشرت بعض العادات والتقاليد المصرية بين الشعوب الأفريقية زي التحنيط، حيث تم تحنيط جثث ملوك وأمراء الكونغو. قال لك الذين لم يعرفوا أسرار التحنيط كاملة. كما انتشرت الآلات الموسيقية. يبقى خلي بالك علاقة مصر بأفريقيا أثناء عصر الدولة القديمة إن الملوك المصريين اهتموا بأفريقيا. اديني دليل. اهتموا بتأمين الحدود الجنوبية. تاني، اهتموا بتأمين الحدود الجنوبية. مش بس كده، وكمان اهتموا بالكشوف الجغرافية. كانوا عايزين يكتشفوا القارة زي الملك مين؟ حرخوف. خلي بالك برضو انتشر بين مصر في العصر الدولة القديمة وحضارات أفريقيا. قال لك عندنا التبادل والتعاون والود والصداقة، حيث انتشرت المعبودات المصرية فين؟ في أفريقيا. فلقينا معبود الصقر في دولة أوغندا، ولقينا ملوك. قال لك عندنا الكونغو، ملوك وأمراء الكونغو بيستخدموا الايه؟ التحنيط زي المصريين. كده يكون الدرس الأول خلص.
اتفرج على الجزء الاول كويس واتفرج على الجزء الثاني. درس كبير شويه بس هو سهل، ما فيهوش معلومات ياما. اهم حاجه تخش على فيديو الحل. كان معاك مستر محمد علاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.